طبعا انا عارف ان الفيديو ده المفروض ان هو بيتعمل من امبارح اصلا وان اسهر معاكم في فرايدي نايت، ولكن ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي ابدا. فخلينا نبدا. طبعا المفروض ان الفيديو دوت انا هبدا اعمل ريلز او ستوريز صغيره، كل واحده تبدا تتكلم عن نقطه، ولكن قررت ان انا اعمل فيديو مجمع وارفعه على اليوتيوب بحيث لو اي حد حابب يشوف ما يبقاش الموضوع بيروح يعني اللي هو بيتنسي. اوكي، اي حد عنده نفس المشكله ممكن نرجع لها مره ثانيه. خلينا كده نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. في اول سؤال جالي من على الفيسبوك، صفحه الفيسبوك بتاعتي، كان في حد كده بيقول انا خدمه اجتماعيه ومش شايفه انه مجال هيفيدني، او مش شايفه انه مجال هيخليني حد مهم. راي حضرتك وتنصحني ايه مع العلم ان شخص طموح وبسعى. اوكي، خلينا بس كده نتكلم عن نقطة أغلب الناس واخداها، وهي نقطة دي خطأ جدا جدا جدا. فكرة إن ناس كتير فاكرة إن أنا علشان خاطر أكون شخص مهم فلازم أكون في إحدى كليات القمة، ولكن في الحقيقة الموضوع لا يمت للكلية بصلة. ناس كتير بتبقى فاكرة علشان خاطر أشتغل فأنا لازم أخش كلية، فالكلية ديت هي اللي هتشغلني. برضو الموضوع لا يمت للموضوع دوت بصلة. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن فكره اني اشتغل والتفاصيل دي، ممكن ترجع لفيديوز كنت منزلها على صفحه الفيسبوك، او انا اسف على اليوتيوب، كنت بتكلم فيها ايه الحاجات المطلوبه مني ان انا اكون في الشغلانه دي، او ايه الحاجات اللي انا مطلوبه مني علشان خاطر اشتغل او اكون مهيأ لسوق العمل. المهم ارجع لي. ولكن دلوقتي خليني كده اجاوب على حضرتك باجابه بسيطه جدا. ممكن حضرتك تكوني شخص مهم جدا في الكليه بتاعتك، ممكن تكوني شخص مهم جدا في المجتمع، وانت انا اسف ممكن تكوني مش متعلمه اصلا. فخلينا كده نبعد عن فكره التعليم. تعالى بقى النقطة التانية. النقطة التانية حضرتك بتقولي أنا عايزة أبقى شخص مهم، بس ما حددتليش حضرتك عايزة تكوني مهمة في إيه بالظبط. حدد المجال اللي أنت عايز تكون فيه، حدد المجال اللي أنت عايز تكون مهم فيه. مثلا أنا كهشام قررت إن أنا أكون إن شاء الله في 2025 أشهر مدرب تنمية بشرية. أشهر مدرب تنمية بشرية، هنا حددت المجال اللي أنا عايز أكون مشهور فيه. معنى إن أنا أكون مشهور فيه إن أنا أقدر أفيد الناس، إن الناس تقدر إن هي بتحتاجني لأن أنا مفيد بالنسبة لهم. كل دوت بيمثل بالنسبه لي في رايي انا الشخصي فكره الشهره، اني اطلب فيما بعد في المجال بتاعي. فاذا انا هنا ايه حددت. هل حضرتك حددتي انت محتاجه تكوني مهمه في ايه؟ لو انا عايز اكون مهم في المجتمع فاذا انا لازم اساعد المجتمع. فكرتيني كده بحد بدون ذكر اسماء، استاذه هيام مبارك، لما قررت ان هي تقول انا عايزه ابقى ناجحه، او انا عايزه ادخل كليه واشيل البلطو الابيض. هي قالت عايزه اشيل البلطو الابيض، بس هي ما حددتش عايزه تشيله في كليه ايه. ولما دخلت كليه، هي دخلت كليه زراعه، كليه زراعه وشالت البلطو الابيض برضه لما كانوا بيشتغلوا في المعمل، ولكن هي ما بقتش دكتوره. فقررت ان هي عايزه تاخد لقب دكتوره. هي حاليا ان شاء الله المناقشه بتاعتها يوم 24، فهي اصلا يعني خلاص اخذت لقب دكتوره واخذ لقب مهندسه. فلك ان تتخيل هي اخذت اللقبين وشالت البلطو. اللي انا عايز اوصله لك، انا عايز اكون ناجح. اكون ناجح في ايه؟ انا عايز اكون مهم. اكون مهم في ايه؟ حدد. بلاش تبقى تايه علشان ما تبقاش عامل زي المركب اللي من غير شراع، تخبطها الموجه في يمين وشمال ما تعرفش انت رايح فين. حددي حضرتك عايزه تكوني مهمه في مجال ايه، ولكن علشان خاطر تكون مهم لازم يكون عندك معلومه. قاعده اساسيه كده لازم تبقى عارفها: الانسان بيساوي معلومه. كل ما زادت معلومتك وخبراتك كل ما حضرتك هتكون مهم. ودي كانت اجابه السؤال الاول. تعال بقى نروح للسؤال الثاني. السؤال رقم 2 وهو علاج الخوف. حد كده كان سألني كده على الصراحة وبيقول لي ايه علاج الخوف؟ خليني كده اقول لك على تعريف الشعراوي لما كان بيتكلم عن علاج الخوف، وكان بيتكلم يعني ايه الخوف. قال لك ان الخوف هو انزعاج النفس. يعني ايه بقى؟ يعني بيقول لك ان النفس بتبقى مضطربة، الحالة المزاجية للإنسان بتبقى مضطربة بسبب الخوف من المستقبل. بسبب ايه؟ التفكير في المستقبل، في المشاكل اللي ممكن تحصل في المستقبل. فاذا يبقى لو جينا اتكلمنا عن الخوف، هو توقع المستقبل بشكل خاطئ، او توقع المستقبل بشكل مش اللي انا عايزه. اتفقنا؟ معنى كده ان حضرتك لما بتبقى خايف بتبقى حاطط حسابات في دماغك انك مش هتنجح في اللي انت عايز تعمله اصلا. طب ليه انا احط الحسابات ديت؟ خلي بالك من حاجه كده كان بيقولها الشعراوي، بيقول لك لما البلوى بتقع، ربنا لما بيجي يبتليك ودوت معناه اختبار، قال لك لما الابتلاء بيجي للانسان بيجي مع اللطف. يعني مع الابتلاء بيجي مع اللطف، حاجه بتهون عليك. فلما حضرتك تتوقع الأسوأ من قبل ما يحصل، يعني انت تتوقع الأسوأ بتاع المستقبل قبل ما يحصل، فحضرتك الفتره اللي فاتت دي كلها لغايه ما يحصل المتوقع بتاعك او ما يحصلش، فحضرتك بتعيش في رعب وتبقى عايش في خوف وعايش في قلق وعايش احساس مش حلو جدا. فاذا بلاش تحط البلاء قبل وقوعه زي ما بنقول كده. اذا المفروض ان انا
احنا اصلا عندنا في البرمجه اللغويه العصبيه في فرضيه بتقول لك ان الانسان بيعمل الاختيارات المتاحه لقدراته ومهاراته الحاليه. يعني حضرتك لما تيجي تختار اي حاجه او تعمل اي تصرف، معنى كده انت بتختاره بناء على قدراتك ومهاراتك الحاليه. فبدل ما حضرتك تيجي تقول فيما بعد يا ريتني كنت عملتها زي ما انا عايزها، ابقى اعملها انت زي ما انت عايزها من البدايه. ازاي؟ ما بقاش احط في عقلي ان انا خايف من كذا وخايف من كذا وخايف من كذا، ولما اجي اتصرف بارتباك، فتبص تلاقي ادائك مش هو اللي انت بتتمناه. زي ما بيحصل كتير في الناس اللي داخله معانا برنامج اعداد مدرب محترف، اغلب خوفهم بيبقى انا خايف من راي الناس، خايف ان انا ما اديش كويس. ولما بيخاف ان هو ما ياديش كويس مش بيأدي كويس، لان عقله بيفكر في حاجه وهو بيتصرف في حاجه. اذا يبقى انت سيبك من كل ده واعمل بناء على قدراتك ومهاراتك الحاليه. كده كده انت هتكسب. هتيجي تسالني يا مستر هشام هكسب ازاي؟ افترضنا مثلا كان معايا برزنتيشن قدام رئيس الجامعه وما اديتش البرزنتيشن دوت على اكمل وجه، هقول لك ان انت كسبت. كسبت ايه؟ كسبت ان انت لما جيت اخطأت هنا عرفت في حاجات ما تعملهاش. سؤال في 3 اسئله في بعض بيقول لي امتى تقول انك كده وصلت لهدفك، وامتى تقول انك لازم تقف هنا، وامتى تقول انك لازم تكمل مشوارك. اول حاجه انا خليني كده هجاوب على السؤال دوت كأن انا بشكل عام يعني. كأنا امتى اقول ان انا وصلت لهدفي؟ ابقى وصلت لهدفي لما ابقى انا كده افدت عدد كبير جدا من الناس، والناس بتطالب ان هي تحضر لي محاضرات وبتجيني من اماكن بعيده عشان تحضر لي، وبكده ابقى انا كده وصلت لهدفي. رقم اتنين، او ممكن نقول النقطه ديت الناس كلها تقول امتى ان هي وصلت لهدفها لما تحققه، ما اعرفش يعني، كل واحد بيحسب الهدف بتاعه. امتى تقول لازم تقف هنا؟ اقف هنا لو انا مش بستفاد، والافاده هنا ليها انواع مختلفه. واحد هي الافاده الماديه اللي هي الفلوس، اتنين وهي الافاده المعنويه او ان انا بتعلم حاجه جديده. لو حاجه من الحاجات ديت ما مش بتحصل او 3 حاجات مش بيحصلوا، ممكن اوقف. كل واحد على حسب احتياجاته الاكتر. في بعض الناس احتياجاتها الماليه اكتر، في بعض الناس الاحتياجات المعنويه اكتر، في بعض الناس الاحتياجات اللي هي التعلميه. واخر جزئيه امتى تقول انك لازم تكمل مشوارك؟ اكمل مشواري لو انا مستفاد منه زي ما قلت على ال3 الاولانيين، فبكده هعرف امتى اوقف وامتى اكمل المشوار. بس في الغالب انت اصلا مطالب بالسعي، فانت كده كده هتكمل ايا كانت المشاكل والصعوبات والحاجات اللي بتواجهك. انت كده كده مكمل، انت كده كده مكمل مسيرتك لغايه ما تموت. فاكملها بشياكه، اكملها وانا بعمل انجاز، اكملها وانا بعمل حاجه مفيده لنفسي وللمجتمع اللي حواليا، لان ديني واخلاقي وده هو اللي هيخليني ان انا ابقى ناجح. فانت كده كده مكمل، فكملها بشياكه. سؤال فرايدي نايت، دايما بيبقى عندي شعور بندم على اي حاجه بعملها وبدخل في حاله عزله واكتئاب، وازاي اتخطى الموضوع ده؟ ببساطه شديده جدا موضوع الندم دوت بيبقى صعب شويه، ولكن خليني كده اديلك خلاصه انا بعملها. انا الحمد لله عمري ما ندمت في حياتي. وليه مش بندم في حياتي؟ لان اي حاجه بعملها بقول ان انا اتعلمت منها سواء كانت حلوه او وحشه. فانا حاطط في احتماليتي ان انا انسان، انا كده كده انسان، فانا كده كده هغلط. فلو انا قعدت اغلط واقعد اجلد في ذاتي واقعد اندم على الحاجه اللي انا عملتها سواء كانت ايا كان هو ايه الغلط، فانا كده مش هتعلم حاجه في حياتي. ولكن لو انا بدات اخد الغلط دوت او اللي انا عملته وابدا ان انا اتعلم منه، ابدا ان انا اصحح مفاهيمها عندي عشان ما اكررهاش مره تانية، فوقتها مش هحس بالندم. لان بالنسبه لي الموضوع هي عباره عن تجربه نجحت او فشلت، في كلتا الحالتين انا بتعلم. فبكده مش هتندمي على اي حاجه في حياتك، وبطل بقى تجلد في ذاتك قوي. سؤال فرايدي نايت، بتعمل ايه لما بتشتاق لحد متوفي؟ في الحقيقه ببتسم واترحم عليه واقرا له الفاتحه. بصراحة يعني أنا كهشام أحيانا بفكر أقول ياه لو كان عايش كان هيحصل 1 2 3 4، بس بعدها على طول أفتكر وأقول الحمد لله، لعل وعسى دوت اختبار من ربنا، وربنا مستنيني إن أنا أنجح فيه، وهنجح فيه لما أرضى بقضائه. فإذا أنا بقول أنا رضيت بقضائك يا رب، وأدعي للشخص المتوفي دوت علشان خاطر ده اللي هيوصل له بعد ما يتوفى. وربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا.